في الساعة 1:03 تم نشوب حريق في مخيم طلائع سريكانية قسم التوسعة. تفضل. قام فريقنا بالتدخل السريع والفوري مهم. بتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وطبعا كان هناك حالات اختناق، قام الفريق الطبي بتقديم الرعاية الطبية اللازمة. مهم. بالإضافة لذلك قام فريقنا بإخماد الحريق بواسطة الطفايات الموجودة لدينا في النقطة. مهم. طبعا اقتصرت الأضرار على المادية، نعم. وقام فريقنا أيضا بتقديم بعض المساعدات الإغاثة والدعم اللازم لأهالي الخيمة. أوضاعهم حاليا مستقرة وجيدة جدا طبعا، وقمنا بزيارتهم اليوم كمان، وأوضاعهم الحمد لله كثير ممتازة يعني. طبعا كان في أضرار مادية، الخيمة احترقت، بالإضافة لذلك كان في مواد برادة غسالة كمان احترقت، ايش في يعني معدات لازمة للمنزل تم احتراقها بشكل كامل بما فيها اسفنجات وبطانيات. طبعا قمنا كفريق الهلال الأحمر بتقديم الدعم اللازم الطبي وبالإضافة لتقديم بعض المساعدات مهم. الإغاثية لأهل نعم. الخيمة. طبعا نحن هون الهلال الاحمر الكوري طبعا هون بمخيم سريكانيه. طبعا نقطه الهلال الاحمر الكوري تعمل على مدار 24 ساعه بتقديم كافه الخدمات الطبيه مهم. بالرعايه الاوليه المتقدمه، عياده اطفال، عياده داخليه، قسم الاسعاف، مهم. قسم النسائيه. طبعا النقطه تعمل على مدار 24 ساعه مستوصف الهلال. نعم. بالاضافه لذلك في حالات نشوب الحريق وبسياره الاسعاف بتدخل الفوري والعاجل.